السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا خوتي في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا فيه على فلورنتينو بيريز، عمنا وعمكم اللي شوية بدا كيخرف مؤخرا، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا لجميع النقط اللي حدثت مؤخرا مع فلورنتينو بيريز، وعلاش بالضبط سميت هذا الفيديو مسرحية فلورنتينو بيريز. يلا بينا. اللي ما كيعرفش عمنا وعمك وعم الجميع فلورنتينو بيريز، بطبيعة الحال واحد من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم وفي التاريخ ديالها. بزاف الناس كيعرفوه كغير فقط رئيس نادي ريال مدريد، ولكن اللي ما كتعرفوش هو أنه معروف بالذكاء ديالو والدهاء ديالو، تحضير الأشياء ولا الصفقات ولا أيضا إدارة النادي، واللي قام بها بطريقة لأكثر من ماكرة على مر السنوات اللي كان فيها رئيس لريال مدريد. وأول حادثة وأشهرها طبيعة الحال فلورنتينو بيريز، عمنا وعمكم اللي هي خطف لويس فيغو اللي كان الجوهرة وأبرز نجم فريق برشلونة في التوب ديالو، في البرايم ديالو. خطفوا من فريق برشلونة في واحد الأشهر صفقة من تحت الطبلة اللي نوضت قربالة في ذاك الوقت. وبطبيعة الحال تم نعت لويس فيغو بالخائن لمدة سنين، وإلى يومنا هذا باقي كيخرج الزنقة السيد اعتزل وباقي كيتلقى بنادم وكيسبو بالسبات عمنا وعمك فلورنتينو بيريز اللي شراه من تحت الطاولة وخلق ضجة ماشي عادية. نقطة ثانية، بيريز من النوع ديال الرؤساء اللي ما كيهتمش بالصحافه شنو غادي تقول، ما كيهتمش اصلا برايك ولا براي واحد اخر، ولكن كيهتم بالضبط كيركز على الاهداف ديالو. فاش كيحط شي هدف بغارتو كيركز عليه وكيعمل المستحيل باش يوصل له. هذا علاش بديت لكم بلويس فيغو، وغادي ندوز لكم دابا ابرز حاجات اخر. لويس فيغو كان هو اول نجم من النجوم اللي انضموا ريال مدريد في اطار جمع ما سمي بالجالاكتيكوس، اللي هي مجموعه ديال النجوم اللي كان ذاك الوقت برايم اوف برايم. قال لهم كانوا وعد مشجعين ريال مدريد باللي غادي نجمع لكم ابرز واشهر اللاعبين. طبيعه الحال خطف لويس فيغو من من تحت دراع برشلونة، واللي شي واحد ما كان كيتوقعها. جاب زيدان وايضا رونالدو الظاهرة، دافيد بيكهام اللي كانت برشلونة حتى هي باغا تجيبه، ولكن حتى هو عمل له معامرة فخاوية. هذا عمنا وعمك فلورنتينو بيريز وخطفه حتى هو. إضافة طبيعة الحال في ذاك الوقت كان روبرتو كارلوس ما كيتعتبرش، حيت كان ديجا في النادي قبل هاد الأسماء يجيو. المهم جماعة الطب ضد الطب ضد الملاعبية واللي حتى شي واحد ما كان كيظن انه غيقدر يعملها. هذه كانت اول ظهور لفلورنتينو بيريز كشخص جارئ وكشخص كيوفي بالوعود ديالو. وخا صراحة الجالاكتيكوس يعني كرويا، ركز معايا في هذه النقطة مزيان، حيت في هذا الموضوع اللي نهضروا فيه على فلورنتينو بيريز غادي نسيباريو جوج حاجات: كرويا وايضا رئاسيا. يعني فلورنتينو بيريز لا يهتم بكرة القدم أكثر ما يهتم بالألقاب، أكثر كيهتم بمداخيل الفلوس، عشيري البزنس اللي هو كل شيء، وأيضا الأهداف ديالو. سيد سايكوباث، فهمتي؟ راه يقدر يكون الهدف ديالو يجيب شي ملاعبي من شي نادي، ولكن ماشي الغرض ديالو باش أنه يجعل التشكيلة ديالو يعني أكثر خطورة في اللعب، ولكن لا، غير من ناحية سوقية. ويبقى نادي ريال مدريد دائما سوقيا من أعلى نادي في العالم. وديك الشيء اللي حدث وباقي ليومنا يحدث. ريال مدريد باقي ليومنا هذا هو التوب في الناحية ديال المداخيل، من الناحية ديال رأس المال، وهادشي كامل كيرجع بطبيعة الحال الشكر لدهاء الثعلب الماكر عمنا وعمك فلورنتينو بيريز. من بعد الجالاكتيكوس اللي كرويا صراحة ما عطاو حتى شي نتيجة. كرويا جالاكتيكوس ما عطاو حتى شي نتيجة، وما راه وصلوش حتى للربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ. كانوا ديما كيطيروه، وكانت القرعة دايما منزلة محدا اولمبيك ليون اللي كانت في ذاك الوقت كتخلع مع جونينيو اللي كان عمل شي فسوخ على رجلو، كان كيماركي كفرة من المدرج الخلفي.
كان كيسرد مهامن بلوتوث كتوصل للشبكه. ريال مدريد في عهد الجالاكتيكوس ما كرويا ما قاموش بشي حاجه واعره، واخا كانوا زادوا جابوا فانيستون روي من مانشستر يونايتد، كانوا زادوا كيغديو فوق ديك يعني التوليفه اللي كانت ديجا عندهم، ولكن ما مشاوش بعيد. هنا فلورنتينو بيريز فاش غادي يمشي، إن اهم مرحله كنشوف انا في الرئاسه ديالو اللي هي كريستيانو رونالدو، بنزيما، كاكا، في الحقبه ديال المورينيو الاولانيه. علاش طولت في هذه المقدمه هذه؟ غير باش نفهموا اللي وقع في فلورنتينو بيريز حاليا في هذه الحقبه ديال مورينيو وكريستيانو رونالدو. هنا ريال مدريد بدا كيرجع حيت بطبيعه الحال في الاخر مشجعين، واخا مشجعين ريال مدريد راه خصهم بطولات، خصهم يتفرجوا كره، فهمتي؟ في الاخر راه كره، راه ترفيه، راه خصني نستمتع. فاش فلورنتينو كيبدا يحس بهم بداو كيسخطوا عليه، كيخدم ديك الاداه الحاده ديالو اللي هي العقل، وكينوض كيعمل لك شي خطوه مفاجئه اللي ما كيتوقع حتى شي واحد. كريستيانو رونالدو كان اغلى صفقه في العالم ديك الوقت، وكلشي كان كيقول يستحيل شي نادي يخلص 90 مليون يورو ولا 93 مليون يورو في لاعب واحد. وبيريز قال لهم شنو هو باش بغيتي بالدرهم بالاورو باش بالفرنك، باش بغيتي حنا موجودين كنخلصوا كنشلحوا سي محمد، ما كاينش مشكل طبعا الحال. ومع مورينيو بزاف الناس كينساو هاد القضيه، واخا ريال مدريد ربحت العاشره مع انشيلوتي، ولكن مورينيو هو اللي من الحجر الاساس، وهو اللي بدا كيبني ديك الخامه اللي من موراها انشيلوتي وزيدان، وخصوصا انشيلوتي فاش رجع بقاو خدامين عليها. وجينيراسيون اللي غادي تجي وغادي تحقق المستحيل. واخيلا 6 ديال الشامبيونز ليغ ولا 7، ما بقيتش عاقل بالضبط، 6 ديال الشامبيونز ليغ اللي داو في اخر 10 سنين، اللي هو رقم خيالي. طبعا الحال هذا كيرجع الفضل فلورنتينو بيريز، بغينا ولا ما بغيناش بيريز كيبقى دار خدمه مضخمه. ولكن نجيو المشكل ديال الحلقه والمسرحيه اللي كرياها عمنا وعمك فلورنتينو بيريز، بدا كيشرف وبدا كيخرف، اللي هي أسوأ عام من اللي فتحت عيني في الكوره، أسوأ عام لريال مدريد. غتقول لي وايلي كنجي زعما ما كاينش شي حاجه كتماكفس من هاد الاعوام اللي فات، راه ماشي اول مره ريال مدريد يخرج بموسم صفري. المشكل ماشي غير في موسم صفري، حتى شفنا مواسم صفريه بحال العام اللي فات هو موسم صفري، ولكن هذا العام النادي خرج على السيطره، بمعنى خصوصا في اخر ديال العام الكومبا اللي وقعت اليو اف سي و دبليو دبليو اي ما بين شملاوي تشواميني وليميني فالفيردي، اللي شوهت السمعه ديال النادي. زيد عليها الديكتاتور مبابي اللي ما حتى واحد ما فاهموش شنو باغي ولا شنو كيعمل في ديك النادي. زيد عليها سيدي باللي ان فلورنتينو بيريز اكبر مخاوف عنده اللي كيخاف منها اللي هي السمعه ديالو، وباللي انه ما مسيطر على غرفه الملابس. اكبر مخاوف عند الحاج فلورنتينو اللي بدا كيخرف بطبيعه الحال، ولكن ما كانش كيتوقع ان الاخبار غادي توصل للصحافه وغادي تنوض ديك البلبله كامله اللي شفناها على نادي ريال مدريد. وكل شيء ناض كينتقد فلورنتينو بيريز، خصوصا انه هو السبب. تشافي الونسو مشى بحاله، تشافي الونسو اللي جاب بروجي واضح وباين، نلعبوا كره ونفرجوا المشجعين ونخدموا على الالقاب. واذا جينا نشوفوا هذا هو محور كره القدم من الاخر، هذا هو محور كره القدم، بروجي، متعه، اهداف، القاب. ولكن عمنا وعمك فلورنتينو بيريز راه معاك تقول له القاب ولا السيد خصو البينغا، السيد راه ناض كريا كان باغي يكري تشامبيونز ليغ ديالو بوحدو، يكون فيها هو مول البالون يمشي يلعب لها بوحدو، كان باغي يتوط في اوروبا كامله. جيتي ناس تقول له راه لا حق البروجي وخصك تصبر عليا هنا وخصك تصبر عليا، ما كاينش يصبر عليا، صبر عليك صافي. جاب لك الديكتاتور مبابي والجنرال فينيسيوس جونيور وناضت الروينه. ولكن من بعد داك الشيء شنو غادي يوقع؟
فلورنتينو بيريز هنا غادي يلجأ للحيل الداهية ديالو، وحيلة هادي عملها من طريقة دونالد ترامب. شنو غادي يعمل؟ ناض سيدي قال لك عرفتي شنو كاين، كيف ما ديما فاش كتشمخ بالغيس كنقصدو برشلونة. ناض سيدي كتعرف مشى خرج لك في واحد المؤتمر صحفي، شبر واحد السيده صحفيه مرمق لها، بدا كيمرمق فيهم، هوس بحال اللي بدا كيمرمق في هذا تخيل معايا، هو عارضهم، هو قال ما انا عندي مؤتمر صحفي، جا وبدا بدا عليهم السبان. شنو ديك شنو اسمها الجريده ديالكم صافي انا نحيد لكم السبسكريبشن من هذا الجريده، زعما فهمتي زعما كينج تشارلز حيد السبسكريبشن. فهمتي؟ انا صراحه كيجيني شويه من ديك النوع ديال عرفتي كيكون واحد كيكون جدك بدا كيخرف، كيخلي تا كيتجمعوا العائله هيدا، كيبدا كيقول شي هضره فهمتي من الثروه لتحت، يخلي العائله كامله ترش، ها اللي مخشي تحت الطابله، ها اللي هربان، ها اللي هرب الكوزينه يضحك، ها اللي زهق له اتاي، هو ما فاهم والو، هو جاب له الله قال شي حاجه هي هذيك فهمت. هذا هو المشكل ديال عمنا وعمك فلورنتينو بيريز حاليا. سيد شاف راسو خرج الصحافه، هذه كانت اول خطوه من المسرحيه، ضحى براسو باش يرجع هو الماده الخام للصحافه وايضا السوشيال ميديا، باش الناس تهضر وتنسى غرفة الملابس. حتى داكشي اللي وقع في غرفة الملابس عمي راه الحبس، هذاك راه مسرح الجريمة، عملوا تما راه جاو وعملوا ديك السكوتش سبار هيدا، وبداو يشوفوا كدا شحال من غرزة عند فالفيردي، خصوصا ديك الايام صراحة فوجوا علينا الناس في السوشيال ميديا، ديك صحاب الميمز والطرولات، والله الا زعما فوجوا علينا حق الله، ضحكنا. المهم فلورنتينو بيريز عمنا وعمك راه كعا ناض قال لك سيدي خصنا شي استراتيجيه مسرحيه نلعبوها باش نحيدوا الضغط على اللاعبين ونبط الملابس. السيد خرج بدا يدخل يخرج في الهضره مع الصحافه، مؤتمر صحفي مورا مشى تشيرينغيتو عاوتاني بدا كيطبل وغير، بدا كيتشيكا بلي برشلونه سرقت له 7 الالقاب ديال الليغا، واخا كان واخا كان كيعطيوها السخره في الي وروتور، يعني فهمت 5-0 في الالي و6-2 في الروتور، هاك ما كاين تيكي تاكا فهمتي. ملي كان كيأدي الكره كل لا لاباس كان كيفرح مسكين، ولكن سيد ماشي غرضه انه يهاجم بارسا اكثر من غرضه انه يحيد الضغط فهمتي. اما كاين انه لا يأبه ببرشلونه باش نجيك من الاخر، سيد لا يكترث لبرشلونه فهمتي. سيد باغي الصحافه تتلهى شي حاجه اخرى يخليهم يخدموا على خاطرهم. ثاني خطوة جا بها ماكيرا اللي هي الانتخابات اللي صراحة فكرتني بالانتخابات ديالنا حنايا، صوتوا على بيريز، صوتوا على الميزان، صوتوا على كذا، صوتوا على كذا، صوتوا على هذا. صافي هذا ديال الانتخابات اللي من الاساسيات ديالها، من الشروط الاساسيه ديالها خصك يكون عندك 250 مليون يورو في البنك عاد تدخل الانتخابات. 250 مليون يورو هتكون 250 يورو انا مابقاش نشوف لا في ريال مدريد لا في برشلونه، كره نقطع والديها، انا نقطع كره مره. والمنافس ديالو اللي كان في هذا الانتخابات ولد صاحبه فهمتي، ولد صاحبه جابو قالوا شنو كاين، اشني غتدخل اشني تعمل ديك الريكيلمي عاوتاني كتعراه ممثل بارع فهمتي. هذا جبرهم عمل لهم كاستينغ، جبر عمنا وعمك بيريز راجل ماشي وهذا ريكيلمي كان هو اللي نجح في الكاستينغ فهمتي ديال التمثيل. ايوا سيدي وبالواسطه ديال بيريز جبرو كان فهمتي، مشيت تصور مع ناضال، مشيت تصور مع هذا، صافي السيد قال لك اسيدي حبكوها مزيان، قال لك السيد غي ترشح ضد بيريز ياك سي. راه ريال مدريد دابا بقياده بيريز عامله بحال كوريا الشماليه، بحال تجي تقول لي راه كيم جونغ عمل انتخابات منصفه ديمقراطيه وشي واحد ترشح ضد. راه اذا جينا الواقع هذاك اللي ترشح ضده راه غدا ياكلوه الكلاب. حتى اللي مع بيريز شنو نقولوا له؟ اصافي السيد قال لك غادي يجيبوا إدارة البحث في الانتخابات، والانتخابات اللي أصلا دارت
بكري 3 سنين قبل الموعد ديالها. دابا دخلت عليك بالله، علاش غادي دير انتخابات وانت اصلا باقي لك 3 سنين فتره الحكم ديالك وغترشح راسك باش تعطي فرصه لواحد اخر يجي ياخذ منك زمام الامور؟ زعما كيفاش؟ واش باغي توري تقولنا بلي انك ديمقراطي عمنا وعمك بيريز؟ ما فهمتش انا بعد. هذه واحده من الحاجات اللي كانوا باينين، يعني انها كانت مسرحيه محبوكه. وزيد عليها خروج ديال اخر كيقول لك اذا ربحت ريكيلمي، قال لك اذا ربحت نجيب لك هالاند. هالاند يا عمي فين ديرو؟ فين ديرو؟ واش تختاروا على شي كرة القدم فيها غير المهاجمين نتوما ولا؟ ما فهمتش انا، ما فهمتش فين تزيد هذا هالاند. ياخر قال لك غادي يجيب اوليسي، وياخر قال لك وعمنا وعمك بيريز مشى دخل حتى بجوليان الفاري. والدفاع واش نعملوا فيه؟ نوقفوا فيه شي فور ديال الكار ولا الشبكه ولا ما فهمتش انا. رجع كورتوا ميديو خاوي، عندنا الديلانتيرا صافي. اذا طاحت كره من مور هذاك بالراسو كورتوا شغلو هذاك، ما كاين لا دفاع لا والو وليدي، شغلو هذاك. عندنا غير مهاجمين في هذه الفرقه هذه. ونقطة أخرى اللي جعلت أن هاد اللعيبة تبان يعني محبوكة هاد المسرحية هذه، هو أنه وعد بيريز إذا نجح غادي يخلص 150 مليون كقيمة من واحد الصفقات، صفقة من الصفقات. وخرج عاوتاني انا كيضحكني، ما كيمشي عندك تشيرينغيتو ملي كيمشي تشيرينغيتو كنعرفوا ناوي على شي حاجة، ناوي على خزيز. قال لك اسيدي راه ناوي يشري. في الاول قال له واش اوليسي؟ قال لهم لا. خرجت الصحافة قالت له راه فريمون كان ناوي على اوليسي، ولكن ماشي حاجة اللي عقلك ما يتصورهاش. سرد اتلتيكو مدريد عرض رسمي لضم جوليان الفاريز 150 مليون يورو. بيريز اش كدير هنا؟ اتلتيك ما فهمت والو، ولكن هو كان عارف باللي اتلتيكو مدريد غتقول لا، وبالتالي احترم الوعد ديالو بانه دفع 150 يورو في ملاعبي. 150 يورو بقات من عنده، الملاعبي ما غيجيش، وبالتالي كيكون هو ما وفى بوعده ولم يخلف بوعده. يعني السيد قال انا اللي عملته، هو ما بغاش يجي وما بغاوش يبيعوا شغلي انا. ودابا في الاخر هاد المسرحيه كامله شنو جاب لكم؟ جاب الدون فريس من الانتر. جاب المدافع ديال ليفربول اللي على حيط وقيله اذا وقفته في الدفاع بلا ما يتحرك يقدر يكالي شويه الكور. على راه قوت المستوى ديالو طايح بزاف. رجعوا من لعبيه هاد المدافع كنظن اوباميكانو الاسم ديالو. الحيط عقلتهم اللي كنا صغارين كنضربوا كره في الحيط وكترجعنا عندك كنلعبوا ان دو كنلعبوها مع الحيط. هاد الملاعبيه هذا ملاعبيه ديال الهجوم كيعملوا في هاد اللعبه، كيتشوطوا الكره كتضرب فيه كترجعنا عندهم كيبلاصيوها. هذا هو مدافع اسم الكبير اللي فلورنتينو بيريز جاب لك وليدي الدفاع العام اللي ما جي. هذا اوديغار كتعرف حلاوه مع لامين يامال، هاتينا في الشبكه. في الاخر ديالو ما جي لك مورينيو اللي صراحه كوملين كنا كنقولوا مورينيو تسالت الفتره ديالو. يعني صافي ما شنو بقى لك ما تزيد مورينيو طبعا الحال ما يقولش لا، حيت فرصه ذاته باش يرجع يبان في الامام. حيت ريال مدريد هو اكبر نادي، انا برشلونه اللي كنقولها الهضره، ريال مدريد هو اكبر نادي في العالم من ناحيه ديال القاب ولا المتابعين ولا كذا. بطبيعه الحال مورينيو يقول لك فرصه مناسبه هو الاولاني غادي يرجع. ولكن المشكل الكبير ما هضروش عليه واللي ممكنش نحللو، اللي هو عندك المشكل ديال فيني جونيور، زيد عليها مبابي، زيد عليها بيلينغهام، زيد عليها رودريغو واش ماشي ماجي. يعني اصلا عندك مشكل ديال والان في النادي ديال ريال مدريد. شفناه في هذا العام ما بغاوش يخدموا مع تشافي الونسو حتى جراو عليه، ومن مورا فاش جاء البيلو في الاول حيت كان كيعمل لهم خاطرهم او ماشيين معاه. شفنا النتائج كاملين، دارهم كوبا دري في اول بارديدو معاه. وصراحه
ما قدموش شي حاجه، وفي الاخر ملي بدا كيزير معاهم تقلبوا عليه حتى هو. واش مورينيو غيكون شي حاجه مختلفه؟ ما كنظنش. مورينيو بالعكس يقدر يزيد يشعل ديك يكب ليسانس على ديك العافيه اللي ديجا هي شاعله عندك في غرفه الملابس، وغادي ترون. وفاش غادي ترون، شنقول لك، بحال اللي قال لك خانو في ديك الفيديو: لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ناس مدريد كتبقاو فيا زعما الصراحه، والله الا كتبقاو فيا حتى عام واحد اخر غادي تشوفوا فيه نفس الروينه، غادي تشوفوا فيه نفس الكوارث. علاش؟ حيتاش ملاعبيه اللي ديجا عندهم مشكل، راه ديجا عندهم حاجزات دابا، وغيضطروا انهم يلعبوا مع بعضهم في العام اللي ما جي. زيد على ذلك ان مورينيو غادي يجي، مورينيو ديكتاتوري. اذا كان مبابي ديكتاتوري، راه مورينيو هو الماسونيه معلم. ما كان عندوش مع شمال اليمين. ابراهيموفيتش اللي كان كيقول انا هو الانا، قال له اجي لهنا يا سي محمد، شنو خصك تخرج من الملعب؟ لا لا لا، خرج بورتيرو ما خرجوش هو. خرج حارس المرمى وخلاه هو تما، قال له شنو عييتي؟ جاب لك الله لاعب في السواني ولا؟ لاعب مع زايد الحومه، راك كتخلص سي محمد. جينا تما حتى تسخف، والله لا خرجتك. يعني ريال مدريد ما كنظنش انها غتصلح الامور ديالو، بالعكس بديت غير تخربق. هذا الشيء اللي عملوا بيريز مؤخرا بهذه المسرحيه هذه زادت غير طيحت من القيمه ديال ريال مدريد. لا كفريق كان من دائما كيركز غير على الاهداف ديالو، وما عندوش مع الحديث والغاء مع الصحافه والدخول والخروج في الهضره. وحتى في الصفقات ديالو فريق كان دائما كيجيب ملاعبي كتعرف ما كيضرب شي 3 ايام كيكون كيعمل فحوصات طبيه في مدريد. ولكن حاليا رجعنا كنشوفوا ملاعبيه يرجعوا كيتخوفون انهم يجوا ريال مدريد، والسبب كما كنعرفوا هو اللي هو عدم ما كاينش واحد التوازن في علاقات اللاعبين مع بعضهم، وايضا مع المدربين في غرفه الملابس ديال ريال مدريد. كمشجع للكره، واخا برشلونه كمشجع للكره كنتمنى ان ريال مدريد يرجع للتوازن ديالو باش نتفرجوا كره، حيت في الاخر كره القدم هي كره، هي متعه في الاخر، وهي انترتينمنت، يعني وجدت للاستمتاع بها. واذا كانوا مشاكل بزاف عند فرق كبارين على ريال مدريد ولا برشلونه ولا ليفربول ولا اي فريق ولا باريس سان جيرمان، ما كنتفرجوش كره، كان حنا اللي كنضيعوا. علاش؟ حيت حنا في الاخر ديالنا حنا اللي كان انفيستيو من الوقت، كنستثمروا في الوقت الشخصي ديال الحياه ديالنا باش نتفرجوا في مباراه كره القدم، حيت رياضه كنعشقوها وكنحبوها. وكنتمناو ان ريال مدريد يرجع التوازن ديالو باش نتفرجوا كره ونتفرجوا في كلاسيكوات حلوين، تكون فيهم منافسه، وتكون منافسه على جميع الانحاء، يعني لا من ناحيه الشامبيونز ليغ ولا من ناحيه الليغا ولا من ناحيه ديال كوبا ديل راي، ونشوفوا كرة قدم جميلة. وفي الآخر، هل ستحل مشاكل ريال مدريد؟ ما كنظنش أنها غادي تحل كيف ما قلت لكم، وكنتمنى أنها تتحل في الآخر. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. ما تنساوش إذا ما كنتيش متابعنا في القناة تابعنا. إذا عندك شي رأي على الناحية ديال المحتوى ديالنا خلينا في التعليق باش نطوروا أكثر من الجودة ديال المحتوى ديالنا. و... واذا ما كنتيش متبعني في يوتيوب شانل ديالي اللي كنهضر فيها على السفريات، ماشي غير كنهضر فيها، كنفلوغي فيها سفريات ديالنا انا والمدام ديالي لين، فنخلي لك الرابط ديال القناه ديال السفريات في صندوق الوصف، فتقدر تدخل وتتفرج في الفلوغات بحال كنتي كيعجبك المحتوى ديال السفر. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. يلا تشاو.